الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الخيرين وأمته والمسلمين أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المتقين ولثار المؤمنين ووصية الله في وفيكم أجمعين. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم فاهدنا واهد بنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارزقنا الفردوس الأعلى نحن والدينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا كريم ويا عظيم ويا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، تكلمنا في الجمعة الماضية عن دروس استنبطناها من سيدنا الحسين في كربلاء، والسؤال الذي أريد أن أطرحه اليوم على كل من يدعي أنه يحب سيدنا الحسين: ما هي حياة سيدنا الحسين؟ أين تربى؟ أين نشأ؟ أين كان؟ كم مرة حج إلى بيت الله؟ في كم معركة شارك في سبيل الله؟ هذا الرجل الذي كان له تأثيرا على كل من حوله، أهله وأصحابه وإخوته. هذه الهالة التي كانت له عند الناس من أين جاءته؟ أوليس من أفعال فعلها وأعمال عملها فاقتدى الناس به؟ ما سر تأثير رجل في أخيه سيدنا العباس الذي بلغ به العطش وبيتباع سيدنا الحسين أنه ما شرب ماء طاشا، فيذهب سيدنا العباس ليحضر له ماء، فعندما يصل إلى النهر أو إلى رافد من روافد النهر ليحضر ماء أراد أن يشرب، وهنا يقف يقول: أنا أشرب ماء، وأخي الحسين في عطش شديد لم يذق الماء، فيقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، فبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين والد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذه فعال ديني، فلم يشرب الماء حتى مات. طيب، لماذا هذا الحب والإيثار؟ فقط لأنه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسن ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وزينب ابنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم التي تزوجها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالمسألة
ليست مسألة نسب، إنما مسألة حب وفلاء في حب رجل رأى الناس منه ما يرضي الله، فأرادوا أن يرضوه ليرضوا ربه، لأنه كان قائما بدين الله سائرا بنهج الله، حج أكثر من 20 مرة، شارك في فتح إفريقيا، في معارك فتح إفريقيا، شارك في معارك فتح آسيا بلاد القوقاز. هو وسيدنا الحسن كان ضمن أول جيش يغزو القسطنطينية، إذن فقد كان له مشاركات في معارك وحروب ومشاركات في إبداء الرأي والنصح لسيدنا علي، وهو أحد الأربعة الذين دافعوا عن سيدنا عثمان يوم الدار، عندما اجتمع حول سيدنا عثمان الغوغاء وقتلوه، كان أحد الأربعة الذين دافعوا عنه هو سيدنا الحسين وسيدنا الحسن أخاه. إذن فكان رجلا مجاهدا في سبيل الله، عالما بشرع الله، قائما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل الدين الذي عليه الناس اليوم، ما نحن عليه اليوم هو الذي وصلنا من أصحاب النبي وآله. ولهذا ترى أن الناس يحبونه ويجلونه، وحتى الذين قتلوه كانوا متأثرين به. ولهذا لو ضربنا مثلا لقول الفرزدق عندما قال يا إمام القلوب معك، الناس تحبك ولكن السيوف عليك، الدنيا غرتهم الدنيا، غرهم المال، غرهم الجاه، المنصب. لهذا كثير من الناس يقرؤون كتاب الله ولا يفقهونه، ولهذا من السنة أن تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، ونقرأ في آخرها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه على حق ولكنه يظلم ويقتل ويسرق ويؤذي. واليوم إذا أردنا أن نضرب مثلا واضحا جليا لمصاب سيدنا الحسين وكيف ترك لوحده مع أصحابه وأبنائه وأبناء إخوته وإخوته، والله لا أجد مثلا أقرب إلينا اليوم من غزة. يقتل المسلمون، يذبحون بأي ذنب؟ لأنهم مسلمون. هذا يقول لك حركة حماس يا أخي احتدت. طيب هم يذبحون منذ أكثر من 76 سنة، من 48 إلى اليوم، ومجازر دير ياسين، الطنطورة، صبرا وشاتيلا، مجازر قضوا على عوائل كاملة، وهذا يتحجج لولا. طيب قبل حماس 48 في الخمسينات في الستينات في السبعينات في الثمانينات، اعطوني عقدا من الزمان
نائمة. لو أردنا أن نضرب مثلا، أضرب مثل الأمة اليوم بالمعسكر الذي كان يحاصر سيدنا الحسين. منهم من بكى وهو يرى مقتله ما شاء، وجاء رجل إلى سيدنا السجاد علي زين العابدين بن الحسين قال: يا إمام، كنت حاضرا عند مقتل أباه، كنت حاضرا عندما قتل والدك، وما رضيت بقتلهم، ولكن كنت انظر وابكي، فهل علي شيء؟ قال: أنت ملعون معهم في نار جهنم. قال: لماذا يا إمام؟ قال: لأنك كثرت السواد على أبي، بدل من أن يرى الناس ألف بسببكم رآهم 4000، بدل من أن يراهم 100 رآهم 1000. تجتمعون على إيش؟ واليوم الأمة تنظر، هذا يبكي على حالها غزة ولكن ما ينصبه. إذا لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخسر. أنا لا أتكلم عن شعوب، أتكلم عن حكام، وأتكلم عن شعوب سكتت على هؤلاء الحكام ورغبت بأن تكون خادمة لأجندات أعداء الإسلام وأعداء الدين. فإذا ضربنا مثل الأمة اليوم كالجيش الذي حاصر سيدنا الحسين متعاطف معه، ما حمل السيف عليه ولكنه ينظر إلى حاله. واليوم ننظر إلى حال أهل غزة. أيها الأحباب، الظلم في كل مكان، وإذا كان سيدنا الحسين يمثل الظلم الذي حدث لرجل جاء ليصلح الناس، فالظلم إلى اليوم باق على أناس وعلى أشخاص وعلى مجتمعات كل ذنبها أنهم مسلمون، أنهم على دين الله. فمن يزعم أنه لو كان مع الحسين لنصره لرأينا نصرته اليوم لأهل غزة، لأنهم ظلموا كما ظلم سيدنا الحسين. أطفال تقطع أشلاؤهم، جثث أطفال تأكلها الكلاب أجلكم الله. أين ضمير الأمة؟ ما ضمن ضمير الغرب؟ الغرب يقتلك، ولكن المصيبة جامعات الغرب والكفار والعلمانية والنصارى وحتى يهود ما احتفلوا بالتخرج. الجامعات اعترضوا حتى في حفلات التخرج، والمسلمون في العراق الدولة الإسلامية وأحزاب إسلامية وجامعات إسلامية، والنساء ترقص الطالبات وأغاني، وهم قدوة المجتمع. هذا الجيل الذي سيربي أجيال، هؤلاء هم الخلاصة، هم الصفوة. نرى رقص وغناء وضيوعة وخلاعة وفسق وفجور في حفلات التخرج للطلاب في الجامعات، والمسلمون يقتلون في فلسطين ويذبحون في غزة وفي رفح، والغرب طلاب الغرب العلماني الغير مسلمين الكفار النصارى اليهود يرفعون علم فلسطين. الحكومة ما تحاسب، يعني طلاب حرية. طيب لماذا تقولون نحن مسلمون؟ يا حكومة، يا مسؤولون، لماذا لا تحاسبون هؤلاء؟ جيل يتخرج إلى الدعارة والعهر والزنا، ما يتخرج إلى رضا الله ولا بناء المجتمع، وأنتم تزعمون أنكم مسلمون.
طيب ما يستطيع، تجد الانضباط في الكلية أو الجامعة أو الوزارة أو الشرطة المجتمعية تحاسب الزوج إذا ربى زوجته. طيب ما تحاسب هؤلاء؟ هذه النماذج، هذه النكرات، هذه الحسانات. نقص على مدرجات الجامعة. طيب ماذا سنخرج؟ أي جيل سنربي؟ أي أمة سننشئ؟ ونبكي على الحسين. والله لو قلت الحسين لما أنا بريء منكم، له بكى على حاله. لو جاء اليوم الحسين الذي هيأ أمة نساء كزينب ورقية وسكينة صابرات قدوات، ووقفنا أمام جيوش وقتله ولم يخشى أحد. هذه تمثلها امرأة تصعد على مدرج وترقص؟ لو رأت زينب نساء زماننا لحملت الله أنها كانت في ذلك الزمن ولم ترى هذه الأشكال في زماننا. والله ولا نعتب لو أن الحكومة علمانية، تقول لك يا أخي الحكومة علمانية ما عندنا شيء معها. لو الأحزاب علمانية تقول لك كان جاء ضد الدين، إنما ترفع راية الإسلام وتمرر الدعارة والعهر والفجور والزنا والرذيلة باسم الإسلام. فأقول هكذا أمة إذا لم تستيقظ فعلى الأمة السلام. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، رد رجالنا إلى دينك ردا جميلا، رد نسائنا وبناتنا وأولادنا وشبابنا إلى دينك ردا جميلا يا الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ويا فوز المستغفرين. الحمد لله ولي الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، سيدي وقرة عيني قائدي والبشر الزهراء محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم على آله وأصحابه والمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول عذرا يا ابن بنت رسول الله على أمة خذلتك، وعذرا يا ابن بنت رسول الله عن أمة جئت وقتلت من أجلها فخانتك. عذرا يا ابن بنت رسول الله عن أمة نطقت باسمك ولم تتبعك. عذرا يا ابن بنت رسول الله عن أمة رفعت رايتك ونصرت بأفعالها دين قاتليك. عذرا لأننا لم نكن أهلا لأن تأتي فتصلح أمة هي بذاتها على مدى قرون تربو إلى منهج الذين كفروا والذين أشركوا. وعذرا لأن الناس جعلوك حجة وراية ثم لم يقتدوا بك إلا بألسنتهم، أما أفعالهم فعليك. فعذرا لظلم لا زلت تظلمه إلى اليوم والحسين ضاع بين الناس ومضيع، لا نعرف ثورته ولا منهجه إلا بكلمات وشعارات، إنما بمنهج لا والله. فهو بريء، وآل بيت النبي أبرياء، والصحابة أبرياء من المناهج التي تطبق اليوم في بلاد ترفع راية الإسلام. اللهم يا رب هيئ هذه الأمة أمر رشد،